حواوشي اسكندراني او لحمه بالعجين، عجينه قطنيه اي حد يقدر يعملها، ولحمه متبله صح ومستويه سهله وتفتح النفس. تعالوا نشوف عملناها ازاي. كيلو من الدقيق المنخول، عليه رشه ملح من تاج الملوك، معلقه صغيره بيكنج باودر تاج الملوك بشكله الجديد، 3 معالق سكر، معلقه كبيره خميره، العجان او بايدينا، معلقتين من الزبادي، ربع كوبايه من الزيت، اخلطهم، وكوبايتين ونص الميه الدافيه، هعجنهم 10 دقائق ورشه زيت واغطيها واسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر. نص كيلو من لحمه 20% دهون، 3 بصلات متوسطين مفرومين متصفي ميتهم، فلفل اخضر متصفي، معلقه توم، معلقه هريسه. ضيف التوابل دي مع الملح هكتبها لكم تحت الفيديو، معلقه كبيره من نشا تاج الملوك، معلقه صغيره بيكنج باودر. هعجن اللحمه بايدينا او في الكبه واسيبها ترتاح. العجين خلاص حجمه زاد، طريه جدا، تعملوا منها بيتزا. قسمتها لكرات، كل كوره تقريبا وزنها 74 جرام، كورهم كلهم، كل كورتين هيعملوا لي رغيف حواوشي حلو قوي. ناخد اول كوره ونفردها بسمك 2 مللي بس، واحط فيها اللحمه ما اوصلهاش الاطراف، وش الرغيف وتقفلوها بنفس الشكل، صينيه فيها ورق زبده او مدهونه زيت، رغيف تاني تحطوا فيه موتزاريلا وسجق زي ما انتوا عاوزين. وده الشكل اللي بيعمله المطاعم. بنفرد لحمه في نص الرغيف وبنقفلها بالشوكه، نعمل فتحات على وش العجين عشان التسويه تكون افضل، موتزاريلا على الوش، صفار بيضه ونسكافيه وحليب دهن الوش، وسمسم وحبه البركه، وفرن متسخن 200 لحد ما تاخد لون. شايفين انتوا الحلاوه بقى جميله جدا، ما خدتش وقت. ما تنسوش الشاي من تاج الملوك، عملت عبوه 40 جرام بتظبط. تحكوا لي على الجمال، الجبن سايحه واللحمه مستويه حلوه وسهله، ما خدتش وقت. جربوها، صحتين وهنا يا رب.